السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل المشاهدين والمتابعين لقناة الكورة مع صبري. النهاردة طبعا كان في حدث مهم بالنسبة لنا، مشجعين الأهلي والزمالك. وبنتمنى لهم طبعا التوفيق في البطولة الأهم في لقب دوري أبطال أفريقيا، الأميرة السمراء زي ما بيقولوا. طبعا مجموعة الأهلي النهاردة كانت القرعة النهاردة. مجموعة الأهلي بتضم الأهلي ومامولودي سان داونز والقطن الكاميروني والهلال السوداني. أما مجموعة الزمالك كانت بتضم الترجي التونسي والزمالك المصري، المريخ السوداني، شباب الوزداد الجزائري. هنستعرض مع بعض مباريات الأهلي والزمالك في المشوار الأفريقي. طبعا هنبدأ بالزمالك. الزمالك هيستهل يستهل مشواره في البطولة الأفريقية في ماتش الذهاب هيكون على أرضه. الزمالك مع شباب الوزداد هيكون إحدى يومي 10 أو 11 فبراير. المباراة التانية هتكون في السودان مع المريخ السوداني يومي 17 أو 18 فبراير. المباراة التالتة هتكون في تونس مع الترجي، وهيكون ميعادها يوم 24 أو 25 فبراير. المباراة الرابعة هتكون في مصر، الزمالك مع الترجي التونسي يومي 7 أو 8 مارس، شهر 3. المباراة الخامسة هتكون الزمالك مع المريخ في مصر 17 أو 18 مارس. المباراة السادسة والأخيرة هتكون في الجزائر، شباب الوزداد مع الزمالك يومي 31 مارس أو 1 إبريل. ده فيما يخص جدول مباريات الزمالك في المشوار الأفريقي. أما جدول مباريات الأهلي، طبعا الأهلي هيستهل مشواره في المباراة الأولى هتكون على أرضه مع القطن الكاميروني يوم 10 فبراير. المباراة التانية هتكون في السودان مع الهلال السوداني 17 فبراير. المباراة الثالثة هتكون الأهلي مع سان داونز الجنوب أفريقي يوم 24 فبراير. المباراة الرابعة هتكون في جنوب أفريقيا مع سان داونز يوم 7 مارس 7/3. المباراة الخامسة هتكون في الكاميرون، القطن الكاميروني مع الأهلي يوم 17 مارس. المباراة السادسة والأخيرة هتكون في مصر، الأهلي مع الهلال السوداني يوم 31 مارس. طبعا الأهلي بيسعى لاستعادة اللقب اللي افتقده السنة اللي فاتت، اللقب ال11. والزمالك بيسعى لاستعادة اللقب اللي غايب طبعا من 2002، اللقب السادس. وبنتمنى للفرق المصرية التوفيق بالنسبة للأهلي والزمالك، وبنتمنى أيضا عدم إهدار النقاط. انت دلوقتي الأهلي والزمالك هيلعبوا 3 مباريات على أرضهم، انت هتلعب 3 مباريات، فيا ريت ال3 مباريات يعني يكونوا بالعلامة الكاملة، يكون 9 نقاط. طبعا بالنسبة لك انت اللي هيجمع 9 نقاط هيبقى خلاص هو كده ضمن الصعود. هتطلع بره، انت مش ضامن الدنيا بره تكون عامله ازاي، ارضيه الملعب ممكن تكون وحشه. طبعا احنا عارفين اجواء افريقيا بتكون صعبه شويه بالنسبه للفرق المصريه المعايشه هناك. طبعا برضو التحكيم، يعني بنحط على تحت التحكيم الافريقي علامات استفهام مش علامه واحده. فعلشان كده بنطالب الاهلي والزمالك طب تحافظ على ال3 مباريات اللي على ارضك ان انت تفوزهم، لان بره زي ما قلنا الدنيا مش بتكون مضمونه بالشكل الكامل. ما بتعرفش تلعب لعبك، الاجواء ممكن يكون في بروده، ممكن يكون ارضيه الملعب مش كويسه، ممكن يكون التحكيم مش في صالحك. ف يعني بنتمنى علشان يعني ايه ما ندخلش بقى في حسبة بيرما وما اعرفش لازم افوز ايه وعشان اعمل ايه، وده
عشان اعرف اصعد وما اعرفش الكلام، لا، فبنريح نفسنا من البدايه، تكون في المباريات اللي على ارضك في كامل تركيزك، بحيث ان يعني ربنا يوفق الاهلي والزمالك، وطبعا كل واحد يصعد في مجموعته، ونحاول نشوف يعني إيه، نتمنى يكون النهائي مصري خالص بين الاهلي والزمالك باذن الله. فطبعا نتمنى التوفيق للفرق المصريه، ونتمنى التوفيق للفرق المشاركه في الكونفدراليه، وما تنسوناش بالدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. وإن شاء الله احنا معاكم لحظة بلحظة، وأي أخبار جديدة هنكون احنا السباقين بيها إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.